باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بكم في قناة البطل الروماني، قصة حياة القديسة أجنس العجائبية اللي شفاعتها قوية ومعروف عنها إن كل اللي بيتشفع بيها بتصنع معاها عجايب ومعجزات. أجنس حكايتها تحتار فيها العقول، ده من كتر عناية ربنا بيها طول شعرها لحد ما غطى جسمها كله وستره. وحكاية أجنس هي بنت اتولدت في روميا في أواخر القرن الثالث الميلادي، وكان أبوها وأمها من أغنياء المدينة، كانوا مسيحيين تقيين جدا، ربوها على محبة السيد المسيح وعمل وصاياه. وشهد عنها القديس إمبروسيوس وقال عنها إنها حبت ربنا من صغرها، ومن شدة حبها لربنا مع إن سنها صغير قوي نظرت نفسها للبتولية وإنها تكون عروسة للسيد المسيح. وكان عمرها 10 سنين، كانت قمة في الجمال، وكان شكلها يدي على سن أكبر، وكان أخلاقها مفيش زيها. وفي يوم من الأيام شافها ابن الحاكم، حاكم المدينة، حبها واتعلق بيها وأراد إنه يتجوزها، فطلب من والده إنه يروح ويتقدم لها. وفعلا والده وافق وراح لوالد أجنس وطلب منه إنه يجوز ابنه لبنته. لكن أبو أجنس اتأخر في الرد لأنه ما كانش موافق على كده أصلا. وفي يوم تاني وجد الشاب القديسة في الطريق، فحيها ووقفها واتكلم معاها، كان عايز يعبر لها عن حبه وإنه اتعلق بيها جدا، وفضل يكلمها كلام حلو وقدم ليها هدايا كتير غالية التمن. لكن أجنس رفضت بكل قوة، متمسكة بعريسها وحبيبها السماوي اللي حبيته من قلبها. الشاب لما شاف إنها رفضت حزن، روح البيت مرض شديد من كتر الزعل والحزن لأنها رفضته، وهو افتكر إنها متعلقة بشاب تاني وبتحبه. لما عرف باباه سبب مرضه استدعى القديسة أجنس، ولما جات قدامه عرض عليها أمر الزواج من ابنه، وفكرها إنها توافق من غير مناقشة ولا كلام، لأنه كان معتقد إنها هتوافق لأنها مش هتحلم ترتبط بشاب بالمكانة دي، ولو مش هتوافق عشان كده هيبقى من الخوف من منصب الحاكم الوالي. لكن أجنس ما همهاش، ما فرقش معاها الكلام ده كله، رفضت وفضلت على موقفها وعلى إيمانها بالسيد المسيح. خيرها الحاكم ساعتها يا إما تترك ديانتها وتتجوز بابنه، يا إما يعذبها لحد الموت، وعطلها فترة إنها تفكر مع نفسها. لكن القديسة ما فكرتش، قررت وقتي وقالت له أنا عندي موقفي، مش محتاجة لفترة أفكر فيها، أنا زي ما أنا مش هغير قراري، أنا مش هرتبط بابنك ولا هسيب ديني وهفضل على إيماني. في الحال أمر الوالي إنهم يأيدوا أجنس بالأغلال والسلاسل، وسحبوها أوام لهيكل الأصنام علشان تسجد ليها. لكن القديسة رشمت نفسها بعلامة الصليب في الحال، اتحطمت الأصنام ووقعت على الأرض. اتغاظ الحاكم وأمر إنه يرسل أجنس لبيت من بيوت الخطية، فاكر إن هو كده هيفسد عفتها وسط الناس اللي مش كويسة. وأمر الحاكم كمان إنهم يجردوها من ملابسها بالكامل وياخدوها بالشكل ده على البيت اللي قال عليه علشان تتفضح ويكسر راسها. لكن ربنا عنايته ملهاش زي، واللي يمسك فيه ويتعشم فيه أبدا ما ينزل ولا ينكسر،
جعل شعرها يطول ويتقل يطول لحد ما غطى جسمها كله وسطره من كل ناحية لحد ما وصلت للبيت. وفي نفس الوقت البيت ده أول ما دخلته نور من السما ظهر بشدة، وشافت أجنس المنظر شكرت ربنا على أعماله الكتير الحلوة والعظيمة معاها. وكان كل اللي يشوف النور يستعجب من أعمال إله المسيحيين. لكن ابن الوالي لقاها لنفسه فرصة يدخل البيت اللي فيه أجنس، وأول ما قرب منها ضربه ملاك الله، وقع أوام في الحال على الأرض ميت. ولما سمعت أم الشاب ده جات جري أوام لأجنس وطلبت منها إنها تصلي لإلهها علشان يقيم ابنها من تاني. وفي الحال صلت أجنس، رفعت إيديها لربنا تترجاه إنه يقوم الشاب تاني من موته. وفي الحال قام، وأول ما قام هتف هلل اعترف بإن مفيش إله غير إله المسيحيين، هو إله الحق. وفي الحال كمان أبوه آمن وترك الحكم كمان وسلم الحكم لوكيله مكانه، وأصبح الوكيل الحاكم مكانه. وكان راجل وثني بيكره المسيحيين واسمه إسباسيوس، وأمر الجنود ساعتها إنهم يولعوا نار عظيمة ويحطوا فيها أجنس، لكن النيران ما مستهاش بأي أذى، والجنود اللي مسكوها ورموها في قلب النار هما اللي اتحرقوا من شدة لهيب النار. وكانت القديسة بتصلي وهي في وسط النار، وأول ما خلصت صلاتها انطفت النار في الحال وما كانش ليها أي أثر. ربنا أنقذها زي ما أنقذ ال3 فتية. لما شاف كده الحاكم أمر في الحال بقطع راسها ونالت إكليل الشهادة. وتم بعد كده نقل جسدها الطاهر لحقل أبوها بيملكه، وتم تكفينها واتدفنت جوه الحقل، ولا كان فيه بكا ولا حزن، كان دفنها بالفرح والتهليل والتسبيح. وأبوها وأمها أقاموا جنب القبر وما فرقوهاش أبدا. وفي يوم من الأيام ظهرت ليهم أجنس في اليوم الثامن من استشهادها، ومعاها مجموعة من الفتيات العفيفات اتعزوا أبوها وأمها من ساعة ما شافوها، ومجدوا اسم ربنا. وسمح ربنا بحدوث معجزات كتير قوي بشفاعة القديسة أجنس، من شفاء أمراض لفك ضيقات لحل مشاكل وحاجات كتير كتير عجيبة. ومن ضمن الحاجات اللي حصلت بعد مدة من الزمن مرضت ابنة الملك قسطنطين، مرض خلى جسدها كله يتملى بالجراحات. هي كانت مؤمنة بالسيد المسيح لكن ما كانتش اتعمدت، ولما عرفت بالعجائب والمعجزات اللي بتحصل بشفاعة القديسة أجنس قررت إنها تروح وتاخد بركة من عند قبر القديسة. ولما وصلت صلت بالدموع، كانت بتطلب من ربنا الشفاء بشفاعة القديسة أجنس، وغلب عليها النوم وهي بتبكي جنب القبر، وشافت القديسة جاية لها وبتقول لها خليكي متمسكة بإيمانك بالسيد المسيح، هو الوحيد اللي قادر إنه يشفيكي ويحررك من المرض. وقامت على طول ابنة الملك قسطنطين وهي متعافية ما فيهاش أي مرض وشفيت تماما. وقررت من ساعتها تتبنى كنيسة على اسم القديسة أجنس، ونالت ابنة الملك قسطنطين سر المعمودية، وكمان ندرت بتوليتها للسيد المسيح وسلكت سيرة حسنة، وكمان اجتذبت الكثير من البنات اللي مشيوا في نفس طريقها، طريق الفضيلة. واستشهاد القديسة أجنس سنة 304 ميلادية. صلواتها وبركتها وشفاعتها تفرح قلوبكم. آمين.